سريعة مكوناتها موجودة في كل بيت. معانا كده كوبايتين لبن. وتعالوا بينا نشوف يلا هنعمل ايه. حطينا كوبايتين لبن على النار، هنخليهم يغلوا واقول لكم هنعمل ايه تاني. يا حبايبي اللبن قرب يغلى اهو، هنحليه بقى. انا هضيف عليه كوبايه صغيره كده زي كده، واللي عايز يحلي ايه على حسب الرغبه. هنا حطيت 3 معالق نشا يا حبايبي، وهنضيف عليها 5 معالق كبار من الكاستر. وكده يا حبايبي ايه، حطيت الكاستر على مجين ميه، ورحت ايه مقلباهم كده مع النشا كله مع بعضه. واول كده يا حبايبي ضفنا الكاستر على اللبن، هنقلبه كده لحد ايه ما النشا تستوي، ونروح طافيين عليه على طول. بصوا يا حبايبي بخلي قوامه خفيف كده، عشان انتوا عارفين طبعا الكاستر بيمسك ايه على طول. بصوا هو ده القوام اللي هحط عليه النار على كده. وكده خلصنا الكاستر بتاعتي يا حبايبي. بصوا الحلاوه، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. انا عايزاكم تقولوا ايه رايكم في التعليقات، وما ننساش الاشتراك في القناه والاكسبلور عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين؟ بصوا طعمته بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ننساش الاشتراك في القناه، تعليق والاكسبلور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتقابل في فيديو جديد.